في نوعين من الشبيحة. النوع الأول اللي هو قاعد عند النظام السوري، بجيناته وبدمه في شيء اسمه حزب البعث. هذا شو ما انحكوا معه شو ما قالوا له بقول لهم حاضر، ما بيعرض بأي شيء وما بيسأل عن أي شيء، بضل قاعد بمناطقهم مدحوش بتم مصر مية القائد الخالد وعلى راسه بوط عسكري. والقسم الثاني اللي هن طلعوا على أوروبا، طلعوا على كتاف المعترين اللي هن عن جد يستحقوا أنهم يطلعوا على أوروبا. بعد ما طلع هذا الشبيح على أوروبا، قعد بهي البلاد طلب لجوء وشاف شلون بيتعاملوا مع البني آدمين بكافة اختلافاتهم السياسية والعقائدية، وكيف بيحترموا البني آدم، وكيف بيقدموا للبني آدم لحتى هو يصير يقدم لوطنه. بعد ما ياخذ جنسية هذا البلد وبيطلع بيشبح لبشار الأسد، بيشبح للمجرم للقاتل للمستبد للديكتاتور، وبيشبح للنظام السوري وحزب البعث. يعني هذا الأولى فيه شو ينحط بتمه بطاقة ذكية وبمؤخرته بوط عسكري وينزت مثل الكلب يعيش عند النظام. أولى لإله من أوروبا، لأنه هذا بده يضل طول عمره شبيح.